مساء الفل. يا رب تكونوا كويسين. لو عندنا شوية تفاح في التلاجة كده ومحدش راضي ياكله او قدم، فتعالوا اقول لكم نعمل بيه ايه. هنعمل بيه النهارده كيكة بالتفاح، طعمها رائع، حاجة كده مزيج من الحروف مقرمشة عاملة زي التارت، ومن فوق طرية جدا وجوسي من التفاح، ومن نص كيكة. تعالوا نبدأ بالطريقة. أول حاجة أنا جبت 3 تفاحات قشرتهم، وبعدين قطعتهم شرايح ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي. أنا استخدمت التفاح الأحمر ده، ممكن نستخدم تفاح أخضر أحمر زي ما تحبوا. قطعتها بالسم كده، لو رفيعة قوي هتتهري معاكوا، ولو تخينة قوي هتطرى ومش مش هتبقى ظريفة، فخلونا في الوسط أفضل. هحط التفاح بتاعي على النار، وهنزل بمعلقة ونص كبيرة زبدة، ومعلقة كبيرة عصير ليمون أو عصير ليمونة، وهقلبهم مع بعض. هحط بعد كده معلقة صغيرة قرفة. القرفة اختياري، بس التفاح ما يحلاش من غير القرفة. وهنزل بعد كده بمعلقتين كبار سكر. السكر هيكرمل مع الزبدة وهيخلولي طعم التفاح تحفة جدا. هقلبهم مع بعض. يا دوب انا مش عايزة التفاح ينزل مية واستنى يشربها ولا الكلام ده خالص، لان انا مش هحشيه، انا هحطه على وش الكيك، وهرفعه على طول من على النار بعد ما اقلبهم مع بعض والسكر يدوب. القالب بتاعي انا استخدمت قالب التشيز كيك ده كان مقاس 22. لو انتوا حابين تستخدموا اقل من كده وتطلع معاكم اتخن تمام، انا كنت حباها رفيعه عشان ما كنتش عايزه الكيكه تكون تخينه قوي عن التفاح. تمام. حضرت القالب بتاعي، بطنته بزبده ودقيق وركنته على الجنب، وسخنت الفرن على درجه حراره 180. جبت عندي بيضتين وحطيت عليهم معلقه كبيره فانيليا وقلبتهم كده. ممكن نقلب بالمضرب اليدوي عادي، وممكن نقلب بالمضرب الكهرباء. نزلت بعد كده بالسكر، وانا هستخدم مضرب الكهرباء لان انا محتاجه اضرب مده طويله شويه لحد بس ما السكر والبيض يدوبوا، وكمان البيض يهيش شويه ويلون ويفتح. كل ما بنفتح البيض كل ما قوام الكيكه بيكون هش اكتر، وبيكون لونها ابيض من جوه شويه. كيكتي كده كده مش هيبقى لونها ابيض قوي، عشان شوفوا هنحط عليها ايه. دلوقتي انا حطيت حليب وزبادي وزيت، انا جمعتهم في كلهم في طبق واحد لان كلهم في الاخر يختلطوا على بعض. واللي في ايدي دي ليمونه كبيره، هاخد البشر بتاعها كله. ممكن نستخدم بشر ليمون وممكن نستخدم بشر برتقان زي ما تحبوا، بس بما اني هستخدم ليمون في الوصفه فانا حبيت استخدم بشر الليمون كمان. نزلت ببشر الليمون كده وهديهم تقليبه شويه مع بعض. وبعد كده هحط المكون اللي بعد كده، وهو عصير الليمون. الليمونه اللي انتوا شفتوها دي انا خدت نصها وحطيته. هقلبهم مع بعض كده بالمضرب. وبعد كده هجيب المكونات الجافه. دول كوبايتين الا ربع دقيق، حطيت عليهم معلقه بيكنج باودر ونص معلقه بيكنج صودا، وطبعا رشه ملح، وهحط قرفه، وهحط يعني ربع معلقه هيل مطحون او نص معلقه هيل مطحون حسب حبكم ليه. انا بحب جدا مع القرفه احط هيل، بيدوا طعم للكيك خلفي تحفه. سواء الكيكه دي او كيكه التمر اللي عملناها قبل كده، الكيكات اللي بيبقى فيها شويه فليفرز مختلفه بحب قوي احط لها توابل. نخلت المكونات الجافة على البيض وعلى الحليب والزبادي، وهديهم بقى تقليبه كده بالمضرب، يا دوب بس الدقيق يختفي وما يبقاش فيه كلاكيع زي ما احنا متفقين. كل حاجه هتكون بدرجه حراره الغرفه، ونقلب الطروف كده بالسباتولا، وما نبالغش في ضرب الدقيق بعد ما نحط المكونات الجافه، ما نبالغش في الضرب عشان الكيك ما تطلعش ناشفه. دي الثلاث نصايح اللي انا دايما بقولهم في كل مره، زائد طبعا اننا نكون مسخنين الفرن قبل كده. انا نزلت بالخليط بتاعي في القالب، وهنزل بقى بالتفاح بتاعي على وش الكيك. هتاخد طبقة كرملة، الكيكة هتترفع شوية وهتغطي التفاح، وفي نفس الوقت هتاخد طبقة كرملة من فوق، السكر مع الزيت مع الزبدة اللي في التفاح كله مع بعض هيعمل ميكس رائع تحفة. لازم تجربوا الوصفة دي، انا متأكدة انها هتعجبكم. دخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد حوالي نص ساعة. ما طولتش في الفرن لانها طبقة رفيعة، بس لو انتوا عاملينها في قالب اصغر عشان تبقى مرتفعة اكتر فممكن تاخد منكم حوالي ساعة الا تلت. استنيتها تبرد 10 دقايق كده، وبعد كده شلتها من القالب وزينتها بسكر بودرة. الكيكة دي مش مسكرة، السكر كان قليل جدا حوالي كوباية الا ربع، فالكيك مش مسكرة. طعمها كان تحفة جدا، عجبت كل اللي دقها وعجبتني جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم يا رب ان شاء الله، وتقولي رأيكم فيها ايه. لو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا. اشوفكم الفيديو الجاي في وصفة جديدة. بحبكم. باي باي.